في إطار أنشطتها التربوية السنوية، نظمت مؤسسة الصديق الخاصة بالقنيطرة أسبوعها الثقافي الأول من 27 إلى 30 أبريل 2026 تحت شعار بالقيم نعتلي قمم التميز، وخلاله تم التواصل بين الزوار والأطر التربوية، كما تم الوقوف على أهم فضاءات المؤسسة وتجهيزاتها البيداغوجية والتربوية العصرية. وخلال هذه المناسبة تم الإعلان بشكل رسمي عن افتتاح باب التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2026-2027، والذي سيعرف حدثاً جديداً بإحداث مسالك تعليمية جديدة تهم مستوى الثانية بكالوريا علوم رياضية A و B، وذلك بغية ضمان مسار تعليمي متكامل ومتنوع من التعليم الأولي إلى الثانية بكالوريا. وبذلك تبقى إدارة المؤسسة على العهد الهادف إلى تكوين جيل متوازن قادر على مواجهة كافة تحديات العصر. لا تفوتوا على أبنائكم فرصة الالتحاق بقطار مؤسسة الصديق التعليمي المتميز. Chers visiteurs, je m'appelle Brahim Sieh, je suis un élève de CM2. Je suis très heureux de vous parler de mon école, à Siddiq. Cela fait plusieurs années que j'étudie ici et je peux vous dire que c'est un endroit où on apprend beaucoup. Mais aussi, on se sent bien. Les enseignants sont patients et toujours prêts à nous aider à progresser. Aujourd'hui, je suis fière de faire partie de cette école et je garderai toujours une belle image de tout ce qu'elle m'a apporté. Merci à tous. في إطار الأنشطة التربوية التي تنظمها مؤسسة الصديق كل سنة، أخذت إدارة المؤسسة هذه السنة على عاتقها تنظيم الأيام الثقافية موازاة مع الأبواب المفتوحة للمؤسسة، والتي تمتد من 27 إلى 30 أبريل. خلال هذه الأيام الثقافية عرضت مجموعة من الأنشطة الثقافية، مسرحيات، أنشطة فنية، ندوات حضر فيها مجموعة من الضيوف الكرام، منهم الأستاذة جيهان مينة الإعلامية، وكذلك الكوتش زهير علول، ثم كذلك الأستاذة خديجة زهير في مجال الشطرنج. وسينتهي هذا الحفل أو هذه الأيام بتوزيع الجوائز في الحفل الختامي إن شاء الله هذه المساء إن شاء الله. بالمناسبة أذكر أن المؤسسة قامت أو إدارة المؤسسة قامت بفتح باب تسجيل أمام التلاميذ الجدد برسم الموسم الدراسي المقبل 2026-2027. وبالمناسبة كذلك نبشر مجموعة من أبنائنا الأعزاء أنه سيتم إحداث خلال هذا الموسم المقبل إن شاء الله إحداث مسلك جديد، علوم رياضية ألف وباء. فمرحبا بالجميع. جيهان مينة إعلامية، اليوم كنتواجد في الأبواب المفتوحة لمؤسسة صديق بمدينة قنيطرة. هي فرصة باش نتشارك التجربة ديالي والمسار ديالي الإعلامي مع الطلبة، وبالخصوص الطلبة الشغوفين يعني بالصحافة والتقديم يعني الإذاعي والتقديم التلفزي، وفرصة كذلك أننا نتعرفوا على مؤسسة اللي هي منفتحة ومتفتحة على يعني هذا العمل هذا اللي أنا كنعتبره عمل فني وثقافي كبير، اللي غادي ينفع هذا الطلبة مستقبلا لا في شخصيتهم ولا كذلك في التوجه ديالهم أو المسار الدراسي ديالهم. وأنا صراحة يعني كنهنئ مدينة القنيطرة والناس ديال القنيطرة بمثل هذه المؤسسات التي تسعى إلى هذا الهدف وتشتغل يعني مع الطلبة بكل حب وتشتغل يعني معهم يعني بكل مصداقية. معكم عصام قشقش، صحفي معد ومقدم برامج بالإذاعة الوطنية ومنشط ثقافي وتربوي. الحضور ديالي ضمن هذه الأبواب المفتوحة وهذه الأيام الثقافية اللي كتنظمها مؤسسة الصديق بمدينة القنيطرة هو انفتاحا وتواصلا مع التلاميذ والتلميذات مع الأطر التربوية ديالهم، واللي أكيد من ضمن واحد الفعاليات متعددة لفائدة التلاميذ تنهل من تنظيم أنشطة تربوية وثقافية وفنية فيها اكتشاف المواهب وفيها انفتاح على مبدعين وعلى متميزين في مجالات متعددة. فيها أيضا أنشطة مهمة والأهم فيها هو الانفتاح على الحياة اليومية للتلاميذ والتلميذات، وكذلك جعل المؤسسة فضاء يعج الأنشطة المتنوعة والتي أكيد تساهم إلى جانب التحصيل الدراسي
في صقل مواهب وفي تطوير مهارات ومدارك التلاميذ والتلميذات ليكونوا بعد التخرج مبدعين في عملهم ويتغيون الفن، ماشي فقط باش يكونوا فنانين ولكن يكونوا فنانين في أعمالهم اللي كيقوموا بها على اختلافها. دام لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم.